وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سيرة من نور، قراءة من صحيح البخاري لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط أحاديثه بسيرته العطرة وسيرة أصحابه. فوصلنا عند باب، ما زلنا في كتاب الإيمان، ولكن عند باب قيام ليلة القدر من الإيمان. سبق وأن تحدثنا عن أبواب المنافقين، وذكرنا هناك صفة المنافقين التي هي من كان فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كان فيه 4 خصال فكان خالصا منافقا. وتحدثنا هناك عن السبب بين كتاب الإيمان وبين النفاق، لأن النفاق عكس الإيمان وضده تماما، فكان من المناسب أن يذكره ها هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويستطرد الإمام البخاري بذكر مجموعة من الأعمال الصالحة التي تدل على الإيمان، ليؤكد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد بالجنان. وكما تشاهدون على الشاشة حديث قال الإمام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يعني يذكر شعبة من شعب الإيمان الكبيرة العظيمة، وعمل صالح من الأعمال الكبرى التي ترفع الإيمان، وهو قيام ليلة القدر. قيام ليلة القدر. ليلة القدر ورد فيها فضل كبير عن الله عز وجل في كتابه العزيز. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن يقم ليلة القدر لا شك ويحرص عليها، لا شك أنه مؤمن، ولا شك أنه حريص على الخير. ولذلك هنا في الحديث النبوي الشريف يقول عليه السلام: إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، يحتسب الأجر والثواب عند الله، فيترك عمله أو يترك نومه ويترك راحته، فيقف بين يدي الله عز وجل قائما. هذا الحديث أطرافه في صحيح البخاري ذكره في عدة مواضع، منها في كتاب الصوم. قال يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، برقم 1901. كذلك أعاد تكرار هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وكذلك أخرج هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلفظ حديث البخاري، وكذلك كرره برقم 760 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. إيمانا واحتسابا غفر له. هذه رواية الإمام مسلم أيضا، ورواية الإمام أبو داود بسنده كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه رواية الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. وكذلك أخرج هذا الحديث برقم 683 بلفظ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. أما الإمام النسائي فقد أخرج هذا الحديث في مواضع في كتابه تربو على 5 أو 6 ستة طرق، وكلها يعني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في رواية رحمه الله قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. وفي رواية قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي أخرى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. ورواية أخرى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أخرج بسنده أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وهي روايات كثيرة ذكرها الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه، نذكرها من باب الإشارة أن هذا الحديث أشبه ما يكون بالحديث الذي رواه الجماعة. كذلك أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى بلفظ: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أعاد إخراجه أيضا الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أخرج هذا الحديث الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بسنده أيضا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بروايات عدة وبطرق عدة، مفادها أبرز هذه الروايات يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ينوع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بأسانيد مختلفة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو هذا الحديث العظيم الذي يبين فضل قيام
ليلة القدر. حديث الباب هو من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الآن ننتقل إلى الشواهد. هل هناك شواهد لهذا الحديث بعد أن انتهينا من المتابعات؟ شاهد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن النسائي رحمه الله تعالى، يذكر بسنده عن عائشة أخبرت عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى بالناس وساق الحديث، وفيه قالت: فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم، والأمر على ذلك. وكذلك هذه رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا الإمام أحمد في مسنده ذكر بسنده أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة، فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحديث مرة أخرى. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة، فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له وغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، ثم وفقت له. هذا شاهد آخر في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت. وتكرر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد ب3 طرق غير الطريق الذي ذكرناه قبل قليل. إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، له شاهدان: شاهد من حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاها، وشاهد من حديث عبادة بن الصامت. والشرح لهذا الحديث هو المقصود به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم رمضان، وكان يقوم في رمضان وفي غير رمضان، وإنما هنا يحث من أجل إثبات أن ليلة القدر هي إحدى الأعمال الصالحة الإيمانية التي يقوم بها العبد الصالح. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، صام رمضان 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم، وقام رمضان
وقام ليلة القدر وتحراها صلى الله عليه وسلم، بل كان يعرفها ثم أنسيها عليه الصلاة والسلام. والمجال هنا الآن ليس هو حث الناس على ليلة القدر، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يوفقنا لليلة القدر، وإنما المقصود هنا في كتاب الإيمان أن هذا العمل الذي هو صيام رمضان وقيامه وكذلك تحري ليلة القدر بالقيام هو من الأعمال الإيمانية التي تزيد الإيمان وتبعد الإنسان عن العصيان. هذا هو الهدف من هذا. وإذا رأينا في سيرته صلى الله عليه وسلم نجد أن سيرته العطرة مليئة بالحرص على قيام شهر رمضان. ننتقل إلى الباب الثاني كما تشاهدون في الشاشة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. وقال رحمه الله: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم، هذا الحديث أيضا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وأخرجه في عدة طرق سنذكرها الآن، يعني تصل إلى 7 طرق غير هذا الطريق أو 6 طرق غير هذا الطريق ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث. طيب، لو سألنا ما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان، ما مناسبته؟ ولماذا ذكر الإمام البخاري فيما يتعلق بقيام الليل ثم ذكر بعده ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، ثم سيأتي ذكر ما يتعلق بالصيام أيضا، فجعل حديث الجهاد بين بابين: باب حث على قيام ليلة القدر وباب حث على صيام شهر رمضان. فما السبب؟ يذكر هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أن السبب في ذلك، يقول: كما أن ليلة القدر تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى صبر حتى يقومها المؤمن، كذلك الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة حتى يقوم به المؤمن. وهذا لا يمكن إلا من كان في قلبه إيمان واجتهاد واحتساب، لأن هذه الأعمال الشاقة كقيام ليلة القدر وخصوصا في الثلث الأخير من الليل يحتاج إلى مجاهدة. أنت تعرف في رمضان الناس تتعب كثيرا خاصة في قيام الليل، وخصوصا أيام الدوام، إذا كان الإنسان عنده دوام فيقوم ليلة القدر ويحتسب ثم يستيقظ الصباح، خاصة الطلاب يجدون حقيقة مشقة كبيرة. ومع ذلك فمن التزم بهذا فهو
يجاهد نفسه. كذلك الجهاد في سبيل الله كما سمعتم في لفظ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أيضا هو يحتاج إلى جهاد. ما يستطيع الإنسان أن يقدم روحه ويقدم ماله ونفسه بدون أن يكون عنده الإيمان. لذلك هذا الإيمان يجرك إلى العمل الصالح، والعمل الصالح أيضا يزيدك إلى زيادة إيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا هو السبب في ذكر باب الجهاد في كتاب الإيمان، يعني نذكر هذا. وقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متدربا للقتال، يعرف يحمل السلاح ويعرف يقاتل صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه توجيه للعلماء على أن يدربوا أنفسهم ويكونوا مستعدين للجهاد في سبيل الله، فلا يكون الإنسان في غفلة. وهذه نصيحة لي قبل أي أحد آخر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام متدربا وكان قويا صلى الله عليه وسلم، كان عنده أسلحة خاصة به، سيف ودرع ورمح. هذه أسلحته صلى الله عليه وسلم يقاتل بها كل من عاد الإسلام وكل من صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان في مقدمة الجيوش، ولم يكن يتترس بترسانات كبيرة وبعيدة تحت الحفر أو تحت الأبراج، كلا، بل كان يعرض نفسه للشهادة صلى الله عليه وسلم، كما قرأنا كلامه عليه الصلاة والسلام: ولو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هكذا كان حريص عليه الصلاة والسلام على أن يرزقه الله الشهادة، وهو شهيد صلى الله عليه وسلم حيث تعرض لأكل السم من يد تلك اليهودية الخبيثة التي وضعت السم في الشاه وأكثرت في كتف الشاه، فأكل منها صلى الله عليه وسلم ولم يمضغ، ولكن أخبرته الشاه قبل أن يبلع إلا أن قليلا من ذلك السم قد دخل من خلال ريقه صلى الله عليه وسلم على جسده، وأصبح حوالي 4 سنوات يعني يعمل هذا السم في جسده حتى انقطع الأبهر الذي هو إحدى الشرايين الكبرى في القلب، يعرفونه الأطباء، فانقطع هذا الأبهر فتوفي صلى الله عليه وسلم شهيدا. لذلك أبو عبيدة المجاهد يقول: والصلاة والسلام على النبي الشهيد، على النبي الشهيد. فهو صلى الله عليه وسلم فعلا على المجاهد النبي الشهيد، أو النبي المجاهد الشهيد، نسيت عبارته. فصلى الله عليه وسلم جاهد 9 مرات، قاتل بنفسه، وشارك صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، في 27 غزوة 27 غزوة أو 28 غزوة، والتي شارك بها بنفسه صلى الله عليه وسلم. لكن في 9 منها حصل حروب، يعني قاتل قتالا شديدا صلى الله عليه وسلم في 9 منها، و18 تم بعضها بالصلح وبعضها بفرار الأعداء. هذا هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، سيرته مليئة بالغزوات، وعدد ما قتل في جهاده صلى الله عليه وسلم من الفريقين المؤمنين والمشركين حوالي 1119 رجلا، 1119 رجلا أو 1019 رجلا، نسيت الرقم، حوالي 750 مشرك وحوالي 250 شهيد. هذا
أقصى ما ذكر في الإحصائيات في غزوات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد غزا بنفسه كما أخبرتكم، وأرسل أكثر من 37 سرية بقيادة الصحابة الأبطال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد كتبت الأمة الإسلامية في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته أكثر من 10,000 عنوان، أكثر من 10,000 عنوان في سيرته العطرة. ولا يزال الناس يكتبون ويتبركون بنشر سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. وهنا أشيد بما تقوم به رابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الدكتور ناصر الزهراني حفظه الله ورعاه. أشيد بهذا العمل المبارك الكبير الذي يبين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الشاشات التفاعلية ومن خلال الإحصاءات التي قام بها هذا الرجل الدكتور ناصر، أعتقد ناصر بن أحمد الزهراني. له كتب وله جهد يذكر فيشكر، جزاه الله خيرا. وكان له أيضا معرض مبارك في مكة المكرمة، أتمنى أن يكتب الله لي زيارة هذا المعرض المبارك. وقد زرت معرض رابطة العالم الإسلامي في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الهاشمية، بالمملكة المغربية. زرت هذا المعرض وتجولته، وكان معرضا رائعا جدا، ينقصه بعض الأمور وذكرت ذلك للإدارة هناك. معرض مبارك حقيقة ما تستطيع أن تشبع منه، ويحدث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث عن سيرته العطرة وعن حجرات بيته عليه الصلاة والسلام، ويبين. وهناك كتب حقيقة يعني رائعة جدا في هذا الباب. إذن هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد قاتل في سبيل الله وجاهد وعمل بما أمره الله عز وجل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. طبق هذا عليه الصلاة والسلام في سيرته وعمل به، ورأينا كيف الصحابة آمنوا بالله وبرسوله وجاهدوا. قال الله تبارك وتعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعوه على الموت، ولم يبايعوه على النصر، ولا بايعوه على الموت، على أنهم يموتوا في هذا لا يمكن أن يكون إخواني إلا إذا كانت درجة الإيمان عالية جدا. فهؤلاء الصحابة لديهم من الأسر والزوجات والأموال ما يجعلهم يرغبون في البقاء في الدنيا، ولكن بلغ إيمانهم إيمانا عاليا جدا حتى أصبحوا أبناء الآخرة ولم يكونوا أبناء الدنيا. إذن هذا الحديث الماتع مرة أخرى أقرأه عليكم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسله أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. ويعني نحسب أيضا إخواننا في سوريا أنهم جاهدوا في سبيل الله، وإن كان الآن بسبب الأوضاع السياسية تغير اسمهم من المجاهدين إلى المعارضة السورية. وهذا من الحكمة أنك تواكب العصر، فالمسميات لا تهم، الذي يهم هو الإيمان الذي يقع في القلب ومستقبل الإسلام والمسلمين في سوريا. تحررت سوريا من خلال هؤلاء المجاهدين الذين قاتلوا في سبيل الله، وكان أبو محمد الجولاني من كبار المجاهدين في سبيل الله، وهو الآن اسمه أحمد الشرع. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينصره
وأن يعني يتمم له نعمة النصر ونعمة الأمن والاستقرار في سوريا، وأن يوفقه للصواب، أن يلهمه الصواب، وأن يهيئ الله له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وأن يقويه سبحانه وتعالى. ووصيتي له من هذا المنبر أن يعني يقوي شبابه ويقوي قوته العسكرية، يقوي قوته العسكرية، فلولا الله ثم هذه القوة لم تتحرر سوريا. لولا الله ثم هذه القوة هي التي تحرر. أما مواجهة الأمور بصدور عارية فهذا حقيقة ليس من الحكمة، وإنما ما قمتم به أنتم من طلب الحرية والمقاومة والقتال. حتى لو ابتعدنا عن المصطلحات الشرعية وأتينا إلى المصطلحات الواقعية فهو من حقكم، وقد أنتم أيضا قمتم بذلك. كذلك من الأشياء التي الحقيقة تدل على حكمة هذا الرجل وأن الله تعالى وفقه، وهذا هو يعني هذا الرجل وفقه الله بأن يحسن الكلام مع الغرب، ويحسن الكلام مع الجوار، ويحسن التفاهم مع أيضا الفصائل التي تحته. استطاع أن يجمع هذا كله يا إخواني، لم يكن إلا من خلال الإيمان والطاعة والاستقامة على طاعة الله عز وجل. سقوط هذا النظام في 11 يوما وليس من أعمال أحمد الشرع ولا المجاهدين، إنما هو محض فضل الله، محض فضل الله أن أسقط الله عز وجل. يعني بعض الإخوة يحدثوني أن معارك قديما كان بين النظام وبين الفصائل في إحدى الأحياء يبقون شهر يقاتلون ما يتحرك ولا واحد منهم شبرا واحدا، قتال شديد شرس في حي واحد في سوريا، يعني في أيام الثورة في سوريا ما يستطيعون يتحركون. ليه؟ لأن الله لا يريد لهم النصر في هذه الفترة. لكن لما أراد الله عز وجل وقرر سبحانه وتعالى، أو إن صح التعبير قدر، فقذف في قلوب النظام الرعب، وربما قاتلت الملائكة، لا ندري، ربما قاتلت الملائكة فكان يفر هؤلاء الظلمة وتفتح الفتوحات لأحمد الشرع ومن كان معه. أنا أقول يا إخواني، أحمد منصور تكلم ساعة ونصف أو قرابة ساعتين عن صفات أحمد الشرع، جزاه الله خيرا، يعني 20 صفة موجودة، ولكنه لم يتطرق إلى صلاة أحمد الشرع، إلى إيمانه، إلى روحه، إلى استقامته، إلى تعلقه بالله، إلى توكله على الله، إلى حفظ حدود الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن ينتصر أحمد الشرع ومن معه إن لم يأتوا بهذا. إذا كان المجاهد صفاته في كتاب الله عز وجل موجودة، قال الله سبحانه وتعالى بعد آية المكاتبة بين الله عز وجل وبين المؤمنين، قال بعدها حتى يبين هؤلاء الذين أتوا بالعقد وشروا أنفسهم واشتروا رضوان الله، اشترى الله منهم أرواحهم، هي الآية الكريمة يستحسن أن نأتي بها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا العقد الرباني بين المجاهدين وبين الله سبحانه وتعالى، وموثق في 3 كتب سماوية عظيمة، موثق في القرآن والتوراة والإنجيل، إذن موثق. طيب ما هي صفات هؤلاء المجاهدين؟ وهل هي منطبقة على إخواننا في سوريا أحمد الشرع ومن معه؟ هل هي منطبقة؟ لأن الله عز وجل لا ينصر إلا المؤمنين كما نحن نعلم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقد ينصر المسلمين نصر تفضل كما يقول شيخنا الشيخ حسن سلمان،
نصر تفضل، لكن لو تتبعت الآيات لا يحمل. فانظروا بعد هذه الآية قال الله تعالى في صفات المؤمنين: التائبون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله. 9 صفات. كنت أتمنى أن الأستاذ أحمد منصور، وأحييه وأنا من المعجبين به وأتابع رسائله حقيقة وإعلامه الطيب المبارك وروحه الطيبة، أستاذ أحمد منصور هذا الرجل الإعلامي المنصف الشجاع، أنا معجب من المعجبين له، وكنت أتمنى أن يتطرق إلى هذا المجال. هذا مهم، هذا الجانب الروحي الإيماني مهم، هو الذي نصر أحمد الشرع ومن معه ومن كان معه، لأن الله تعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأحمد الشرع الذي أنت قلت عنه أنه قرأ التاريخ ونهم في قراءة التاريخ يعرف أحمد الشرع ما معنى إن تنصروا الله ينصركم. وهل حينما أجابك أحمد الشرع وقال لك بأن وهل لما قلت لهم ما حصل من النصر غير معقول، قال لك: وهل حصل نصر من قبل معقول؟ إن كل النصر غير معقولة، لأن الذي ينصر هو الله سبحانه وتعالى. فكيف حصل النصر في بدر يعني 314 رجلا أمام 1000 رجل؟ كيف حصل هذا النصر؟ يعني هذا هو الغير معقول، لكن أمام الله عز وجل عند الله شيء بسيط. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ويوم بدر قال الله تبارك وتعالى: هذيك يوم حنين. الشاهد على كل حال كنت أتمنى أيضا كما أنت وفقك الله والتقيت بأحمد الشرع أن تتابع هذا الموضوع، حتى إذا كان لا يستطيع هو أن يخبرك عن عبادته وعن خشوعه وعن مدى قربه من الله عز وجل، ربما أنت تسأل من حوله وتنظر إلى المقاتلين الذين معه أصحاب العمامة الحمراء كيف وصلوا إلى هذا، لأن هذا مدرسة حقيقة، مدرسة للأمة الإسلامية. كيف انتصر هؤلاء؟ كيف حصل لهم؟ لما يأمرنا الله عز وجل أن نتبع سبيل المؤمنين وسبيل الأتقياء نتعرف على هؤلاء الناس كيف وصلوا، كيف لين الله لهم قلوب الدول، كيف قبلتهم أمريكا، كيف قبلتهم الدول العظمى، كيف أخرج الله عز وجل روسيا، وكيف الآن تريد روسيا أن يعني كيف حصل هذا الموضوع؟ لا يمكن أن يحصل إلا لأن هؤلاء لديهم إيمان. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم للصواب في التعامل مع الآخرين، يهديهم ويلهمهم طرق مخاطبة الناس، يهديهم للحلم، يهديهم للحزم، يهديهم للرشد سبحانه وتعالى، ويؤيدهم ويوفقهم. هذا معناه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهذا الإيمان الذي نحن نتكلم عنه هو الذي يأتي بالأعاجيب، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا في هذا الدرس. على كل حال أنا أحيي الأستاذ أحمد الشرع، وأحيي أيضا الأستاذ أحمد منصور، وأسأل الله أن تصل رسالة هذه إليهما، وأقبلهما على رأسهما وإلى الأمام. نواصل الحديث مشاهدي الأكارم في حديث أبي هريرة. المتابعات ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده، قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، أو ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. هذا طريق لأبي هريرة للإمام البخاري من حديث أبو هريرة. وطريق آخر أيضا
يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت لوددت أن أقتل في سبيل الله. الحديث. كذلك هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله من خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي. طبعا اللفظ يتغير أحيانا من اللفظ الحديث النبوي إلى الحديث القدسي، وأنتم لا يخفى عليكم أن الحديث القدسي لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وفيه فرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. وبعض العلماء يقولون لفظه ومعناه من الله عز وجل، غير أنه ليس بقرآن ولا يتلى به، وإنما هو وحي من الله عز وجل. قال عليه السلام: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسله، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. إخواني، وهذه رسالة إلى العلماء الكرام. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يتمنى أن يقاتل في سبيل الله مدى حياته، ويتمنى أن يعود فيقتل. الساحات حقيقة الجهادية خلت من العلماء إلا من رحم الله. الساحات الجهادية في سبيل الله عز وجل خلت، يعني هذه الأمة مليئة بالعلماء، ومع الأسف من يتتبع الساحات التي يعني يقاتل فيها المجاهدون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله وليس من أجل الظلم، تجد أن معظم المجاهدين مع الأسف هم شباب وليس بينهم علماء، ولذلك هؤلاء الشباب قد يقعون في بعض الأفكار الضالة من التفكير من التكفير والتفجير وقتل بعضهم بعضا بسبب قلة علمهم. نعم، بسبب قلة علمهم وفهمهم لكتاب الله بغير مراد الله عز وجل. فالأمة علماء الأمة يتحملون هذا الخطأ الكبير الذي يحصل في ساحات. لماذا؟ لأنهم لم يشاركوا. وأسأل الله تعالى أن ييسر لعلمائنا ومشايخنا، وأعني أنا أهل العلم والفضل الذين آتاهم الله علما عظيما وفقها عميقا وحكمة كبرى. هؤلاء حقيقة يجب عليهم أن يشاركوا المجاهدين ويشاركوا الشباب ويوجهونهم ويؤدبونهم ويعلمونهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن الذي سيستنبط إلا أهل العلم والفضل الذين درسوا وقرأوا على المشايخ وأخذوا هذا العلم كابرا عن كابر. هؤلاء هم الذين فعلا يستنبطون من كتاب الله ويعرفون الواقع ويلهمهم الله عز وجل الصواب. أما شباب هو حريص على الخير، حريص على الجهاد في سبيل الله، لكنه لم يقرأ، لم يبحث، لم يسمع، لم يقرأ والمطلق والمقيد، لم يفهم قواعد الشريعة، لم يفهم أصولها، لم يفهم، فقط فهم وجاهدوا في سبيل
جهاد فانطلق وحمل السلاح وقاتل، لا يعرف من الذي. لذلك نجد أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا أن نتبعه نجده في قلب المعارك، نجده يتمنى الموت مرارا وتكرارا. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا، وهذه رسالة إلى العلماء أيضا. إذن هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بطرق، ثم أيضا رواه الإمام مسلم بطرق، وكذلك رواه الإمام النسائي بطرق عدة تصل إلى 5 طرق تقريبا أو تزيد أو تكثر. لعلنا نقرأ ولو طريقا واحدا منها. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني وأجدهم عليه ما تخلفت أن تغزوا في سبيل الله عز وجل. أحيا أو ثم أحيا، ثم أحيا بالفعل المجهول، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل. هذه رواية الإمام النسائي رحمه الله تعالى. كذلك أخرج هذا الحديث ابن ماجه رحمه الله، أخرج هذا الحديث أيضا ابن ماجة، الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسنده. من حقه علينا أن نقرأ أيضا روايته ونترحم عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ثم قال: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذه رواية الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى. كذلك روى هذا الحديث الإمام مالك في موطئه رحمه الله تعالى بسنده. دعونا نقرأ سند الإمام مالك، لأن سند الإمام مالك سند عالي جدا، ألا رحمة الله على هذه العظام. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرنا معهم وأن يجمعنا بهم. الحقيقة نحن لسنا في مقامهم ولا نسوى والله ظفر من أظفارهم، لكن عندنا بشارة عظيمة أن المرء مع من أحب، ونحن نحب هؤلاء العلماء، الإمام مالك، الإمام البخاري، الصحابة الكرام، أبو هريرة، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم جميعا نحن وأنتم أيها المستمعون والمشاهدون. خلونا نقرأ كلام الإمام مالك. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد، قال: وحدثني عن مالك، عفوا هذا الذي يرويه، لكن الإمام مالك يقول عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. انظروا السند عالي. الإمام مالك يقول عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هذه رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ تدل أيضا على الإيمان، أن الإنسان لا يخرج من بيته إلا وهو مؤمن فيعود بالأجر وغنيمة. ينبغي أيضا حتى لو لم يعد بغنيمة أن يعود
وقد شعر بأنه حصل على الأجر، حصل على الأجر يقينا. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فانظروا وتأملوا أن مفهوم المخالفة لهذه الآية أن من عمل العمل الصالح وهو يريد من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، يعني تعمل وتريد الأجر والثواب من الله فإن الله يكتب لك رضوانه، ويجب عليك أن تستشعر بهذا. من قام إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يجب أن تؤمن بهذا. فإذا آمنت بهذا ولم يتطرق عندك الشك فأنت إذن المؤمن الذي ستنال هذا الأجر والثواب بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك أخرج هذا الحديث أيضا الإمام الدارمي، ومن حقه علينا الإمام الدارمي عن الإمام ابن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى ذكر بسنده قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته أن أدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هذه رواية الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. كذلك أخرج هذا الحديث الإمام أحمد من طرق عدة، نكتفي بطريق واحد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديق رسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجع إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكني لا أجد سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذا هو حديث لفظ رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حديث حتى ننهي هذا الباب، قال: باب تطوع قيام رمضان كما تقرؤون في الشاشة. قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أيضا هو يدل على أن العمل من قيام رمضان هو يدل على الإيمان. وذكرنا في بداية الحلقة بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى بما يتعلق بليلة القدر، وأتى أيضا بما يتعلق بصيام رمضان، وجعل بينهما حديث الجهاد، وربطنا بين هذه الأحاديث. سيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله في كتاب الصيام مفصلا بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وكما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن القول وحسن العمل، وأن يهدينا إليه سبحانه وتعالى، وأن يرشدنا لما يحبه ويرضاه، ويعيننا على ذكره وشكره وتتبع سيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نهج الرسول لنا مسير
عند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريق